نصايح هامة جدا للمرضى اللي بيعانوا من مشكلة حب الشباب علشان نتجنب الموضوع دوا ونتجنب ان تحصل اي مشكلة منه. لازم اول ما تظهر حباية في وشك، وخصوصا لو انت في فترة البلوغ، ان انت ما تجيش عند الحباية دي وتحاول ان انت تشيلها من مكانها. الحاجة التانية، استشر الطبيب بتاعك فورا، لان الحباية دي كل ما بتقعد كل ما تبتدي تنتشر في الوجه بتاعنا وتوصل المشاكل، ممكن توصل ان هي تعمل خراج في الوجه، وده من الحاجات الصعبة في العلاج بتاعها واللي بتاخد وقت. ولو احنا همنا الموضوع دوا زي ما احنا شايفين في الصورة كده، هنوصل ان يكون فيها اثار شديدة جدا، والوش بتاعنا يبان كأنه فيه خروم، وفي ندبات سودة، وفي بثور سودة، وبيحتاج لعمليات تنظيف وعمليات علاج متقدمة، سواء كان بالتشريح الكيميائي أو الفراكشنال ليزر أو استخدام الديرمابين مع حاجات بتحسن من علاج الآثار اللي موجودة. وبالرغم إن في إيرا أو تقدم موجود في مشكلة علاج حب الشباب، لكن إحنا بننصح الجميع إن إحنا نعالج الموضوع في البداية علشان ما يتطورش.